ده فيت فارس متعطش للدماء، بتتجمع عليه الغيلان وبيهجموا عليه، ولكنه بيقتلهم بكل وحشيه. وبيقول فيت كمان هاتولي وحوش كمان، وعينه بتكون بتطق شرار. فايه قصه الفارس ده وازاي اتحول من شاب غلبان على باب الله لفارس متعطش للدماء؟ عشان نعرف لازم نرجع لبدايه القصه مع بطلنا الفقير والغلبان والجعان واللي اسمه فيت، واللي بيشتغل حارس لبوابه قلعه وبيحسد المغامرين لانهم قادرين يصطادوا الجوبلين ويكسبوا فلوس اكتر منه، على عكسه هو مهاراته كلها على بعض مهارات تافهه وضعيفه. ده غير ان عنده مهاره اسمها الشراهه مخليه عن طول الوقت. وبينتقل بينا المشهد بعد العصر مع 3 من الفرسان المقدسين وهم داخلين المدينه، وبيبان ان كل سكان المدينه حتى المغامرين خايفين منهم. وبالغلط واحد من اهل المدينه بيوقع برتقانه عند رجل واحد من الفرسان المقدسين، فبيقول له انت ازاي اتجرأت انك توسخ رجلي، وبيكون عاوز يقتله. والراجل بيقعد يعتذر له ويتوسل له انه يسامحه. فهنا بيتدخل واحد من الفرسان دولت وبيقول لهم كفايه يا هادو انت وميميل، وفعلا بيسمعوا كلامه وبيسيبوا الراجل وبيمشوا. والفارس اللي قال لهم كفايه اسمه رافل، واللي بيروح عند الشاب الغلبان فيت وبيرمي له اجره الحراسه بتاعته على الارض، وبيقول له انزل هاتها من على الارض يا عبد. واثناء ما فيت بيجمع الفلوس من على الارض بيجي هادو وبيضرب فيت بالرجل في بطنه، وبيقول له رافل اضربه كمان يا عم، الكلاب اللي زيه لازم تعرف تخدم اسيادها كويس. وهنا بتدخل واحده اسمها روكسي وبتقول لهم سيبوا الواد في حاله، احنا كفرسان مقدسين لازم نحمي الناس مش نهينهم. فبيتضايقوا منها وبيسيبوا المكان. وروكسي دي بقى تبقى فارسه مقدسه، بس الفرق بينها وبين الثلاثه اللي قبل شويه انها مش شايفه نفسها وبتحب تساعد الناس وعارفه واجبها كفارسه مقدسه، وبتجري على فيت وبتساعده وبتمسح الدم من على وشه، وبتقول له لو حصلت حاجه زي كده تاني بلغني، وبتاخد الرايه منه وبتكمل الحراسه من بعده. ولكن فيت بيقول لها انا متعود اكون كلب ما تقلقيش، وبيبتسم وبيمشي. لا ما شاء الله كلب وافي جدا يعني. وبيروح فيت المطعم ياكل، وبيقول له النادل خلي بالك من نفسك والا هتموت زي الحارس اللي قبلك. فبيكمل فيت اكله وبيدفع الفلوس وبيمشي. وفي طريقه بيتمنى لو كانت ولد بمهاره كويسه غير مهاره الشراهه اللي بتخليه جعان طول الوقت. وفي الوقت ده بيشوف حراميه فبيروح يبلغ روكسي، فبتقول له ياخد الحراسه مكانها وهي هتروح تشوفهم. وبعد دقايق بيخرج واحد من اللصوص وايده مقطوعه، ففيت بيكون خايف ومش عارف يتصرف ازاي، ولكنه بيجمع شجاعته وبيطعن اللص بالرمح اللي في الرايه. وفي اللحظه ديت مهاره الشراهه بتتفعل وبتزداد احصائياته، وبعدها روكسي بتجري عليه وبتمسك ايده وبتساله هو بخير ولا لا. واثناء الوقت ده بيكون فيت قادر انه يسمع افكارها، بس بمجرد ما بتسيب ايده مش بيعرف يسمع افكارها. فبيستغرب فيت من الموضوع، وبعدها بيقول له روكسي قولي للناس انك انت اللي قتلت كل اللصوص، وده عشان رافال ما يعملوش مشاكل. فبتقول له روكسي تمام، ولكن ايه رايك كمكافاه انك تشتغل عند عيلتي عائله هارت. فبيوافق فيت بدل المذله اللي هو عايشها ديت. وبالليل بيستغرب ان كل احصائياته زادت، وكمان كسب مهارات زي مهاره التخاطر والتعرف. والتخاطر هو انك تقدر تسمع افكار الناس، وده اللي حصل لما سمع افكار روكسي لما مسكت ايده. فبيقرر في اليوم اللي بعده انه يشتري سيف، والتاجر بيرحب بيه، بس لما بيعرف ان هو ما عندوش غير عملتين فضيتين بيقول له خد لك اي سيف من البرميل ده يا عم انت. وبيستخدم مهاره التعرف وبيفحص بقى السيوف، وبيشوف سيف منظره وحش شبهه، وفجاه السيف ده بيتكلم وبيقول له اشتريني وانا هساعدك. وفعلا فيت بيشتريه، وبيروح فيت للغابه وبيهجم عليه واحد من الجوبلين، ولكن بيقطعه بضربه واحده وبتزيد احصائياته، وبيكسب مهاره زياده القوه، وبيظهر مجموعه اكبر من الغيلان وبيقتلهم فيت واحد ورا الثاني، وبتفضل احصائياته تزيد، وده لحد ما بتعدي مهاراته ال1000 نقطه. وبيستغرب فيت من نفسه ان هو مش جعان النهارده. فالسيف بيقول له اشكر مهاره الشراهه على الحوار ده، لان على عكس باقي الناس المهاره دي بتسمح لك انك تسرق احصائيات خصمك بمجرد ما تقتله، ولكن مش بيزيد مستواك، احصائياتك ومهاراتك فقط اللي بتزيد. والسيف بيقول له جمع ودان الجوبلين عشان يوديهم للنقابه ويكسب 3 عملات فضيه و8 برونزيه. وبيفرح فيت انه اخيرا بعد 5 سنين هيقدر ياكل لحم ويبقى انسان جديد. وفجاه بيخبط فيه راجل وبيبان ان هو خاطب بنت صغيره، فبيمشي ورا فيت وبيشوفه بيعذب البنت الصغيره ديت، وبيخطط انه يبيعها للفرسان المقدسين. وفي مكان تاني في كنيسه بتكون الراهبه بتعلم اطفال يتامى ان زمان ما كانش فيه مهارات، ولكن ظهرت واحده اسمها لابلاس ووزعت المهارات على الناس. وبتدخل راهبه تانيه وبتقول انها مش لاقيه البنت اللي اسمها سهاره، وبيطلع قصدهم على البنت اللي شافها فيت مخطوفه. وبنرجع لفيت وهو بيطمن البنت سهاره ان مش هيحصل لها حاجه، وبيقول لها ما تقلقيش كل حاجه هتكون بخير دلوقتي. وبيحررها فيت، ولكن بيظهر من وراه الشخص اللي خطفها وبيقول له ايه انت مفكر نفسك باتمان ولا ايه؟ فالسيف بيكلم فيت وبيقول له استغل ان الشخص ده مفكره ضعيف ويمثل انه بيهرب. وفعلا فيت بيعمل كده، والراجل بيقول له ياه لما اقتلك دلوقتي قدام البنت اللي بتحميها هتبقى مطيعه ليا وتسمع الكلام لما تشوفك ميت قدامها. وفجاه السيف بيدي الاشاره لفيت، فبيقوم رامي السناجه على الراجل وبحركه مفاجئه بيهجم عليه، ولكنه مجرد خدش مش اكتر. فالخاطب بيستخدم مهاره السيف الحاد، ففيت بيهجم عليه وبيجرحه وبيقول له اعترف مين من الفرسان المقدسين اللي قالك تخطف البنت ديت. وبيفضل يغرس السيف في الجرح علشان يخليه يعترف، فبيقول له هادو هو اللي قال لي اعمل كده، وهادو ده نفس الشخص اللي ضرب فيت في بطنه. وبعدها فيت بيحرر ساره وبيلاحظ انها جعانه فبيشتري لها لحمه معاه، وساره بتبكي لان دي اول مره تاكل لحمه في حياتها. وفيت بيديها اللحمه بتاعته مع ان هو كمان ما كلش لحمه من 5 سنين. وبتكون ساره مبسوطه قوي وبيرجعها لدار الايتام وبتشكره، وهو بيقول لها كلام والده لما قال له هو صغير ان مهما كانت الامور صعبه طالما انت متفائل كل حاجه هتتحل ان شاء الله. وبيطبطب عليها وبيودعها. وفي اليوم اللي بعده اخيرا بيكون فيت غير ملابسه ولبس لبس محترم، وبيوصل لقصر عائله هارت وبيقابل روكسي. وبما ان فيت مالوش في الرومانسيه والكلام ده فبدل ما يسكت بيقول لها شكلك حلو قوي النهارده، شعرك حلو قوي النهارده، انا شايف انك ما تتكلمش في الرومانسيه تاني وتسكت خالص المره الجايه. بس مش دي المشكله ان
انها اتكسفت من كلامه وقالت له شكلك حلو النهارده وشعرك حلو النهارده. جاتكم نيله وبتاخدوا القبر والدها واللي اتقتل على ايد تنين مقدس من 5 ايام. والغريب في الموضوع ان التنين ده ما طلعش من عرينه من اكتر من 1000 سنه، ولما خرج قتل والد روكسي وكل المقاتلين اللي كانوا معاه. وهنا فيت بيحس بالحزن على والدها وبتقول له انها حاليا كبيره عائله هارت، وفرفش كده يا عم فيت وخليها نملى القصر حيويه ونشاط. وبتعرفوا روكسي على كبيره الخدم واللي اسمها هارو، وبعدها بياخدوا فيت وبياكلوا لحمه وبيروقوا عليه وبيعرفوه على باقي الخدم. وبعدها بيروح يقعد مع روكسي ولكنه بيكون سرحان، فبتناديله فيه بدل فيت، قال ايه يعني بتدلعه. ففيت بيفتكر والده واللي اتقتل زي والد روكسي على ايد الوحوش لانه كان برضه بيناديه فيه. بس وسط ما هما بيتكلموا بيغمى على فيت من الجوع، وبيصحى فيت في غرفته في القصر. والسيف بيشرح له ان بمجرد ما بتتفعل مهاره الشراهه مش بتتلغي، وهيكون لازم عليه يفضل يقتل وحوش لباقي حياته والا هيجوع لحد ما يموت او هيهاجم اي حد قدامه حتى لو كان صديقه الصدوق. وبيقول له ان لما يلاحظ ان عينه منوره احمر فده معناه ان جوعه وصل لاقصى الحدود. فبيلبس فيت عباءه وبيخرج خارج المدينه وبيقتل الجوبلين كلهم، ولكن ده مش بيشبع جوعه. فالسيف بيقول له علينا وعلى غابه الهوبو جوبلين واللي هتلاقي فيها مستوى اعلى من الجوبلين العاديين. فبيروح فيت وبيقتل فيهم واحد ورا التاني ورا التالت وبتبقى مذبحه حرفيا. وفي الاخر عين فيت بترجع طبيعيه وجوع بيختفي، ولكن فجاه بيظهر ملك الجوبلين واللي احصائياته مقاربه لفيت. والسيف بيقول للفيت ان حاليا عنده مهاره تجديد الصحه، يعني لو اتصاب جسمه هيجدد نفسه لوحده وهيكمل القتال. وبيشوف فيت ملك الجوبلين وهو بياكل واحد من البشر وبيتقرف، ولكنه بيقرب منه وبيهجم عليه وبيقطع ايده. فملك الجوبلين بيهجم عليه بكل سرعته، ولكن فيت بيضربه ضربه في راسه بيخلص عليه. وهنا السيف بيقول له ايه رايك اخد جزء من احصائياتك علشان اتطور واساعدك. ففيت بيقول له عاوز كام يعني. فالسيف بيقول له كل احصائياتك اصلا انا مش اسمي سيف الجشع من فراغ. ففيت بيقول له لا يا عم بلاش. فالسيف بيقول له خلاص خليك مع نفسك بقى، يعني عيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. ففيت بيدي السيف كل احصائياته وبيتحول لقوس سحري، ومجرد ما بيمسكه بتظهر السهام وبتروح لوحدها للجوبلين تخلص عليه. وبياخد ودان ملك الجوبلين وبيحطها على باب دار الايتام عشان يبيعوها ويشتروا بيها اكل وكل اللي نفسهم فيه. وفي اليوم اللي بعده بتظهر بنت غريبه عند بوابه عائله هارت، ففيت بيوقفها. فبتطلع البنت ديت هي روكسي لكن لابسه ملابس بسيطه، وده عشان عندها مهمه تفتيش في المدينه. وبتقول لفيت يجي معاها كمرافق ليها، وفعلا بيتمشوا في المدينه. واثناء ما هم بيتكلموا فيت بيقول للسيف يخرس، وروكسي بتفكره بيقول لها هي، فبتتضايق. فبيعتذر لها فيت وبيقول لها انه ما كانش يقصد وانها مش مزعجه، وبتقول له وريني كده سيفك. فاول لما بتشوفه بتقول له بخلي حداد عيلتي يروق لك عليه. وبيوصلوا للسوق وبتطلب من التاجر يدوقها من العنب ده، وبيقول لها ان ده عنب من عائله هارت اللي هي عائله روكسي، واللي بيعجب فيت وبيكون جامد تنين. فالتاجر بيقول له ما طبعا لازم يكون جامد، ده من مزارع عائله هارت. فبتقول له روكسي قصدك مزارعنا، وكانت هتتفضح لولا ان فيت قال للتاجر ده في واحد من قرايبنا بيشتغل هناك. وهنا بيظهر فارس مقدس في السوق، وبسبب صوت بطن فيت بيتضايق. ففيت بيحاول يعتذر له ولكن بدون فايده. وهنا روكسي بتدافع عنه، والناس بيكونوا خلاص هيكتشفوا ان الفارسه المقدسه روكسي. فبيمثل فيت ان روكسي حبيبته ونسيت تعمله الفطار وعشان كده هو جعان، وبيخلعوا هما الاثنين من المكان. وبعدها بيعرف سبب وجود روكسي هنا، وهو التحقيق في سبب مقتل الجوبلين بشكل غريب، وكمان مين اللي اتبرع بودان ملك الجوبلين لدار الايتام. وهي ما تعرفش ان فيت هو اللي عمل كل ده لانها مفكره طول الوقت ده ان هو ضعيف. وبما ان التجار ما يعرفوش حاجه فبياخدها فيت للمطعم اللي كان دايما بيروحوا، والنادي اللي بيحرجهم لان كان مفكرهم بيحبوا بعض. فبتكسر روكسي الكوبايه وفيت بيكسر كوبايته هو كمان من الاحراج. وبيعرفوا من النادي ان بسبب الوحش اللي بيقتل في الوحوش بكل وحشيه واللي هو فيت، يعني التجار بقوا خايفين يروحوا للمدينه بسبب ده. وبيدخل عليهم مغامر متقاعد اسمه اد، وبيقول لهم ان الناس مفكرين ان الليتش هو اللي بيقتل الوحوش، والليتش ده عباره عن وحش شبح. وبيقول له ان بسبب النظريه ديت الفرسان المقدسين هيبعتوا فرقه للقضاء على الوحش واللي هو فيت يعني. وفيت بيكون خايف من ان روكسي تشوفه وهو عيونه حمراء. وبعدها بيظهر مجموعه من المغامرين وبيتحرش واحد فيهم بروكسي، ولكن بضربه واحده من ايديها بتطيره. وبيعرفوا وقتها كلهم ان هي روكسي صاحبه عائله هارت المقدسه، وبيعتذر لها المغامرين وبيقولوا لها تاخد كل فلوسهم كاعتذار، ولكنها بتقول لهم ان حصل خير وهي نفسها الناس تبطل خوف من الفرسان المقدسين لان في الاول وفي الاخر هم هدفهم حمايه الناس مش تخويفهم. فبعدها المغامرين بيضحكوا وبيهزروا معاها. وفي وقت تاني روكسي بتاخد فيت للحداد وبيصلح سيفه، فبيشكرها فيت ولكنها بتقول له الشكر ليك انت لان قدرت اوصل لمعلومات عن الوحش. وفجاه بيسمعوا صوت صريخ وبيشوفوا هادو بيعذب طفل صغير، وهنا روكسي بتتدخل وبتخلي فيت يحرر الطفل الصغير. وروكسي بتقول لهم انتوا ليه ما قلتوش ليه على حوار الوحش اللي في الغابه. فهم بيقولوا احنا فكرناكي لسه زعلانه على والدك، وهي بتقول لهم انا بخير زي ما انتم شايفين. فهادو كان لسه يضرب فيت علشان كان بيبص له، ولكن اخوه رافل بيقول له يلا نمشي من هنا. وبعدها بيساعدوا الطفل الصغير انه يلاقي والدته وبيعزموه على لحمه، مش عارف مالهم مع اللحمه. وبيفتكر فيت لما كان ضايع وهو صغير وساعدته فارسه مقدسه، وبيبان من شكلها انها شبه روكسي وباين انها والدتها او حاجه او يمكن هي. وفي اخر اليوم بيلاقوا والده الطفل الصغير، وروكسي بتكون مبسوطه على الاخر. وبعد ما بيرجعوا للبيت بتوبخهم رئيسه الخدم هارو. وفي اليوم اللي بعده فيت بيشتري قناع عشان يقدر يصيد الوحوش من غير ما حد
حد يعرف، وبيشتري حجر خام للسيده روكسي كهديه، ولما بتفتحه بيكون فيه حجر كريم، واللي نادر تلاقيه بالسهوله ديت في حجر خام، لكن فيت قدر يلاقيه بسهوله بسبب مهاره الكشف، وبتفرح روكسي بيه قوي وبتكون عاوزه تدي فيت هديه ولكنه بيشكرها. وفي مكان تاني بيكون الفرسان متجمعين علشان يتناقشوا على موضوع اصطياد الوحش اللي في الغابه، واللي هو فيت يعني. بينا المشهد للمغامرين واللي لقوا كل غلان المنطقه مقتولين، وطبعا فيت هو اللي قتلهم، ولما بيشوفوه بيفكروا الليتش وبيطلعوا يجروا منه، وهو بيكون قتل كل الغلان ديت لانه عاوز يطور مهاراته قبل ما يواجه الفرسان المقدسين. وفي وقت تاني بتاخد روكسي في مهمه لعند حقول العنب بتاعه عيلتهم، وهناك فيت بيقابل والده روكسي واللي اسمها ايشا هارت. ايشا ولا ميته؟ وبترحب ايشا بفيت وبتقول له يقرب، وبتساله عن رايه في بنتها روكسي، وبتحرجه هو وروكسي، ولكن بيكون قصدها وقد ايه يعني بيحترمها، مش حب يعني والكلام الفاضي ده. فبينحني فيت وبيقول لها ان هو عايز يخدم روكسي لحد اخر يوم في حياته، فبتتحرج روكسي من كلام فيت وبتطلع على غرفتها. فبتقول له ايشا ان روكسي كانت دايما عيوطه وبتخاف من العناكب من وهي صغيره، ولكن فيت بيقول لايشا ان بنتها روكسي فارسه مقدسه عظيمه وكل الناس بتحبها وبتثق فيها. وبنرجع لروكسي واللي بتبص لصورتها مع والدها، وبتفتكر لما كان بيعلمها المبارزه بالسيف، وبتفتكر برضه لما كانت بتقول له انها عاوزه تكون فارسه مقدسه تفرح الناس زيه، ووالدها كان بيشجعها على ده. وبنروح لفيت بعد ما اشتغل شويه في حصاد العنب في الحقل، وبعدها عزم عليه واحد من العمال بعصير عنب لسه صابح، وبنعرف من العامل ده ان بسبب موسم الحصاد بتظهر الوحوش واللي اسمهم الكوبلد، واللي بيكونوا ورا الجبل. ومجرد ما بيسمع فيت الكلام ده بطنه بتطلع صوت، وده لان مهاره الشراهه عاوزه تقتل الوحوش دول. وفي وقت الغروب بيشوف فيت بنت غريبه وبيحاول يستخدم مهاره التعرف عليها ويعرف معلومات عنها، ولكن مش بيظهر اي معلومه. والغريب ان عيونها لونها احمر متعطشه للدماء زي فيت، وبتقول له انها هتسيب له وحوش الكوبلد، وبتسيبه وبتمشي من غير ما نعرف عنها اي حاجه. وبعدها روكسي بتقابل فيت وبتقول له البنت دي شكلها من جاليا، وده نفس المكان اللي والد روكسي اتقتل فيه على يد الوحوش. وبنعرف ان جاليا ديت كانت من 1000 سنه مدينه قويه عسكريا، ولكن بسبب تهافت الوحوش عليها ادى الى سقوطها وقتل معظم شعبها، والبنت اللي شفناها تعتبر من الناجين. وبيسال فيت روكسي اذا كانت هتكون بخير لوحدها في مواجهه الوحوش، فبتقول له ما تقلقش انا معايا محاربين اقوياء يساعدوني هنا. وفي اليوم اللي بعده الوحوش بتكون دمرت البستان، وفي مكان تاني بيكون روكسي وفريقها من المحاربين ومعاه فيت بيراقبوا الوحوش من بعيد، وبيتصدموا لما بيشوفوا ان في واحد منهم حجمه كبير وفيت عينه بتبدا تتحول للون الاحمر، وبيخاف ان روكسي تشوفه كده. والمشكله ان لما فيت بيفحص الوحش ده بيطلع انه وحش مستوى 50، ولكن رغم ده روكسي بتوعد السكان انها هتقتله، وبتخلي السكان يحتموا في مكان امن لحد ما يخلصوا الموضوع. وبما ان روكسي والسكان هياخدوا يوم علشان يستعدوا للمعركه، فهنا فيت بيستغل الفرصه وبيروح بالليل علشان يقاتل وحوش الكوبلد، وبيطلع القوس وبيقتل فيهم واحد ورا التاني، وبيهجم بالقوس على زعيم الكوبلد، ولكنه بيستعمل واحد من الوحوش الضعيفه كدرع له، فبيحول فيت القوس لسيف وبيهجم على الوحوش، وبيقتل 2 منهم بضربه واحده من سيفه، ولكن احصائياته بتكون غير كافيه لمواجهه زعيم الكوبلد، وبيكون باقي بس وحشين ضعيفين مع الزعيم، فبيقتل فيت واحد منهم باستعمال القوس، ولكن الضربه الثانيه زعيم الكوبلد بيصدها، فبيحول القوس لسيف وبيحاول يهجم على الزعيم والوحش اللي فاضل معاه بشكل مباشر، ولكن الزعيم بيستعمل مهاره لكمه الدمار، واللي لو جت في فيت هتدمر كل اعضائه الداخليه، فبيتجنب الضربه، ولكن الوحش الثاني الضعيف بيجرحه، بس فيت بيعالج نفسه بكل سهوله، وبالرغم انه تفادى ضربه الزعيم ولكن بيسيبه جزء منها وبيطير من الضربه، وبيعمل فيت نفسه كانه مغمى عليه، فبيهجم عليه الوحش الضعيف فبيقطع ايده، وبيتجنب ضربه الزعيم وبيهجم مره ثانيه على الضعيف بالسيف في نص بقه وبيخلص عليه، وبيدي 10% من احصائياته لسيف الجشع واللي بيتحول لقوس عملاق، وبضربه واحده بيقضي على زعيم الكوبلد. ولكن باين كده ان عمنا فيت بالغ في الموضوع ودمر جزء كبير من المكان، بس فجاه فيت بيصرخ لان دي اول مره يهزم عدوه بالقوه ديت، فالطاقه اللي هو امتصها كانت كبيره جدا. وفي اليوم اللي بعده روكسي وفريقها بيلاحظوا ان الوحوش اتقتلت، وبيسالوا نفسهم يا ترى مين اللي قتل كل الوحوش ديت، وروكسي بتفكر ان البنت اللي شافوها من جاليا هي اللي عملت كده. وفي وقت تاني ايشا والده روكسي بتوصي فيت على بنتها انه يهتم بيها ويرعاها، وده لان مرضها هو بدا يشد عليها وايامها بقت معدوده. وبيرجع فيت وروكسي المدينه مره تانيه، وبيلاحظ فيت ان وحوش الجبل ما عادتش بتشبع شراهته، فبيخبي عينه بضماده، وبيعرف هناك في المطعم ان هادو تم اختياره للذهاب لحمله اصطياد الليتش واللي هو فيت يعني. ومن ناحيه تانيه رافل بيكون فرحان في روكسي لان تم اختيارها للذهاب الى جاليا واللي مات فيها ابوها، وشكله كان قاصد ان ده يحصل علشان يتخلص منها ومن عائله هارت. وهنا فيت بيحاول مع روكسي انها ما تروحش لجاليا ولكنها بتكون مصره. وبالليل وبدل ما فيت يقعد في البيت وما يلاقوش الليتش، بيظهر فيت متنكر قدام هادو وفرقته، وشكل فيت مش ناويلهم على خير، والمحاربين اللي مع هادو بيطلبوا منه انهم يقتلوا الليتش، فبيوافق هادو وبيهجموا عليه كلهم مره واحده، ولكنه بيقضي عليهم كلهم باستعمال لكمه الدمار ومن غير ما يقتلهم، فبيترعب باقي المحاربين وبيهربوا من المكان، ومش بيتبقى غير هادو واللي بيتحدى الليتش، وبيقول له مش حته وحش جثه زيك استهزئ بيا. وهنا فيت بيخلع القناع وهادو بينصدم ان الليتش طلع هو فيت، وفيت بيرفض انه يشرح له اي حاجه، وبيظهر ان هادو بيرتعش من الخوف، وفيت بيقول له وريني قوتك اللي قاعد بتتفشخر بيها، فبيسال فيت سيفه هل هو اقوى من السيوف المقدسه، فبيقول له عيب عليك يا باشا اضرب ولا تبالي مش هيحصل لي حاجه. وهنا هادو بيهجم على فيت بهجمه سحريه، ولكن فيت بيظهر من وراه وبيقول له الهجمه دي بتاخد وقت طويل شوف غيرها، فبيتعصب هادو وبيهجم عليه مره ثانيه، ولكن فيت بيكسر سيفه بكل سهوله وبيرميه له فيت على الارض، وبيقول له شيله من على الارض زي ما عمل معاه هادو لما رمى الفلوس في وشه في بدايه القصه وقعد يضربه بالرجل في بطنه وفي وشه، فهادو بيخاف وبيحاول يهرب ولكن فيت بيمسكه وبيقول له رايح فين؟ الكلاب لازم تتأدب زي ما انت قلت
قلت لي، وعشان كده انا لازم اادبك. فهادو بيحاول يخلي فيت يوقف، ولكنه بيمسكه وبيخبط راسه في الشجره، وبيكسر فيت بهادو الشجر واحده ورا الثانيه، وبيقول له فيت اوعى تتوسل ليا بالرحمه بعد ما عذبت عيال صغيرين وفضلت تسخر من الناس وتخليهم يعانوا. وبيرمي فيت هادو في الهواء وبيستعمل اقوى مهاره عنده. وفي مشهد مرعب هادو حرفيا بيكون من غير اي اطراف، وبيطلب من فيت انه يقتله ويخلصه من عذابه، ولكن فيت بيساله عن روكسي. فهادو بيقول له ان هي اللي اتبرعت للذهاب لجاليا، وان هم استغلوا طيبتها مش اكتر. وبيقول له ارجوك يا فيت هعمل اي حاجه بس ما تقتلنيش، ولكن فيت بيقول له يخرس وبيقتله وبيسرق مهاراته وبيصبح فيت فارس مقدس. ولكن فيت بيكون مقروف من فكره انه يكون فارس مقدس، فبيعطي احصائياته كلها للسيف وبيتحول لمنجل. وفي اليوم اللي بعده بتستعد روكسي للذهاب في بعثه الى جاليا، وبتوعد الكل وبتقول لهم كلها 3 سنين وارجع لكم تاني. 3 سنين بس. ولكن فيت بيرفض ان روكسي تروح لوحدها، وبالرغم ان روكسي اعطت هارو كبيره الخدم رساله توصيه على فيت، الا انه رفضها وقرر يغادر عائله هارت ويروح ورا روكسي علشان يحميها. وفي اليوم اللي بعده بيغادر فيت وبتعطيه هارو كل الفلوس اللي كسبها لحد النهارده، وبيودعهم فيت وبينطلق في رحلته. وعند روكسي بتكون وصلت لجاليا وبتعمل خطبه لجنود المملكه، وبتشجعهم انهم يروحوا معاها ويقتلوا التنين اللي قتل والدها. وبعد ما بتخلص روكسي في بنت اسمها ميريا بتشجع روكسي وبتقول لها انا في ظهرك على طول. وبينضم ليهم راجل اسمه موجان وبيقول لهم انه هينضم ليهم هو كمان. فماريا بتقول تلاقيك محارب غبي جاي يختبر قدراته على التنين وخلاص، ولكن بيطلع ان موجان محارب كان بيحارب مع والد روكسي وانضم للحمله علشان ينتقم له. وروكسي بتكون مبسوطه بوجودهم معاها. وفي مكان تاني 2 من الباحثين بيحللوا الوحوش اللي فيت قتلها، وبيلاحظوا ان الاثار اللي ماتت بيها هي سهام سحريه، وان السهام ديت ملاش مصدر غير اسلحه الخطايا المميته. وزي ما احنا عارفين سلاح فيت اسمه الجشع، وهو واحد من اسلحه الخطايا المميته. وعند فيت بيكون وصل عند مدينه تترا، ودي من اكبر المدن التجاريه والقريبه من جاليا. وبيحاول فيت يركب ويروح جاليا، ولكن صاحب العربه بيقول له تعالى بكره علشان هيكون في وحوش في الطريق ومش هعرف اروح النهارده. ففيت بيقرر يستمتع بوقته النهارده. وفي مكان تاني بيكون في شخص بيطلب من المحاربين يساعدوا قريته ضد الوحوش، ولكنهم بيقولوا له عاوزنا نساعدك بشويه الفكه ديت، وبيدوسوا على راسه. ولكن فيت بيتدخل وبيساعده، وبيطلع انه عارف الشخص ده واللي اسمه سيت، وده ابن زعيم القريه وكان بيتنمر على فيت وهو صغير. وخليني احكي لك عن طفوله سيت شويه. اللي كان بيعيش مع والده، ووالده كان عنده تقنيه الرمح فكان بيحمي القريه من الوحوش، وفيت كان بيحضر له الاعشاب علشان يعالجه. ولكن في يوم من الايام والد فيت اتقتل على يد الوحوش، واهل القريه رموا على فيت الحجاره وطلبوا منه يغادر ورفضوا يهتموا بيه. وبنرجع للوقت الحالي واللي فيه سيت بيتوسل لفيت علشان يساعده ضد الوحوش. سبحان مغير الاحوال. وفيت بيستغل الموضوع علشان يهدي شراهته شويه، وبيوافق انه يساعد سيت. ولكن لما سيت بياخده للقريه الزعيم بيقول له وانت ما لقيتش غير الزباله ده علشان يساعدنا، وبيكمل وبيقول ان هو هيشوف محارب تاني يساعدهم بكره. ولكن السكان بيقولوا ان ممكن ما يستحملوش لحد بكره، ممكن اكتر، لسه بفكر. فالزعيم بيقول سهله خلونا نضحي بفيت. ولسه فيت هيضربه، ولكن سيت بيقول له عدي الموضوع علشان خاطري، وبيعزموا سيت على حاجه يشربها. وبيبان ان سيت اتغير عن زمان وما عادش متنمر، وده بسبب ان زوجته اتقتلت على يد الوحوش، وكمان عشان قرر يهتم ببنته الصغيره. فهنا فيت تحس ان هو سامح سيت وبيقول له كلمنا عن الوحوش. فبيقول له انها وحوش مختلفه عن اي نوع قابلوه، وده لانها بتطير. وبيقوم سيت يحضر حاجه لفيت علشان ياكلها. وفي الوقت ده السيف بيقول للفيت ان دي وحوش اسمها جارجويل، ودي وحوش بتصطاد وبتقاتل بذكاء وبتهجم كلها مع بعض زي القطيع. وبياكل الحلوى اللي اديتها له بنت سيت وبيلعب معاها شويه، وكان لسه بياكل الاكل اللي قدمه له سيت، ولكن فجاه بيحس فيت بالتعب وبيغمى عليه بسبب الحلوى. وبنعرف ان الحلوى دي اداها والد سيت للبنت الصغيره علشان يخدر فيت. ولما بيبص سيت من الشباك بيلاقي الوحوش خطفت واحد من اهل القريه، وبتهجم الوحوش على القريه بشكل جماعي وبتدمر البيوت واحد ورا التاني. وسيت بيحاول يصحي فيت ولكن بدون اي فايده. حد قال لك تخدره؟ حد قال لك تخدره؟ محدش قال لك، انت اللي حمار. والوحوش بتكون بتاكل سكان القريه. وفي اللحظه ديت بيكون سيت انتهى من الترياق اللي هيصحي فيت، وزعيم القريه العبيط كان بيدور على فيت علشان يضحي بيه. فبيهجم عليه واحد من الوحوش وبياكله، وسيت بيشرب فيت الترياق وفعلا بيفوق، وبيفهموا سيت اللي حصل وان والده هو اللي خدره وبيعتذر منه. ففيت بيقول له تمام خليك انت هنا وانا هنقذ القريه. وبمجرد ما بيخرج بيلاقي مجزره حرفيا قدامه، بيوت متدمره وناس محروقه وناس بتتاكل على يد الوحوش. فبيحلل فيت احصائيات الوحوش وبيلاقي انها في المستوى ال27، بس بما ان الوحوش ديت بتستخدم كرات النار وبتولع في كل القريه ففيت بيقرر يستعمل المنجل، ولكنه بيكون غير قادر على صد النار. وهنا الوحوش بتتجمع وبتحاول تضرب فيت بضربه ناريه موحده، ولكنه بيرمي عليهم المنجل وبيخلص عليهم كلهم بضربه واحده، وبيرجع المنجل لايده مره تانية. وبكده بيكون باقي زعيم وحوش الجارجويل بس واللي بيهجم على فيت. ففيت بيستغل اللحظه ديت وبيهجم عليه وبيقطعه نصين بالمنجل. وفي اليوم اللي بعده بيكون نجا سيت وبنته وعدد بسيط من القرويين، ولكن القريه للاسف بتكون اتدمرت والتربه اصبحت غير صالحه للزراعه. وفي وقت تاني سيت بيقول للفيت اضربني ورد لي اللي عملته لك لما كنت صغير. وفعلا فيت بيوافق علشان يريح قلب سيت وبيضربه، وبالرغم انه اتغشم عليه شويه الا ان سيت وفيت بقوا اصحاب من بعدها. وبيعدي فيت على قبر والده علشان يودعه مسترجع ذكرياته معاه في الوقت ده. وبعدها بيكمل فيت طريقه لمدينه جاليا، وهنا بيقطعوا مجموعه من قطاع الطرق، وصاحب العربه بيتوسل فيت علشان يساعده. ولكن فجاه قطاع الطرق بيطيروا حرفيا من المكان، وبتظهر من وراهم البنت اللي شفناها في بستان العنب، وبيرحب بها صاحب العربه بما انها ساعدتهم ضد
ضد قطاع الطرق وبتركب معاهم، ولكن بسبب وزن سلاحها العربه بتتشقلب، ولكنها بتغير حجمه بطريقه ما وبيكملوا طريقهم. وبتتعرف على فيت وبتقول له ان اسمها ماين وعندها خطيه الغضب، والسلاح الخاص بها هو خطيه الكسل. وبيقعدوا يتكلموا شويه وبعدها بيوصلوا لمدينه جاليا، وصاحب العربه بيدي الثلاث عملات الذهبيه لفيت، ولكن ماين بتاخدهم على اعتبار ان هي اللي انقذته، شايفه نفسها قوي. وبعدها بتنام ماين من الارهاق وهي واقفه على كتف فيت حرفيا، ففيت بيشيلها على ظهره وبيدور على مكان يقعدوا فيه. وبيلاحظ فيت ان كل انسان هنا في مدينه جاليا عليه علامه مختلفه على قفاه. وبينتقل بينا المشهد للفارس المقدس المسؤول عن المدينه واللي اسمه رودلوف، واللي للوهله الاولى تفكر ان السكان بيحبوه، ولكن في الحقيقه هو مقسم السكان لطبقات اجتماعيه، وده سبب العلامات اللي على قفاهم. ده غير ان اي حد بيخالف كلامه بيقتله. وبنرجع لفيت واللي بيكون وصل لفندق وبيحط ماين على السرير، وهناك بيحكي فيت عن ماين وعن باقي الخطايا. واللي عرفنا في القسم اللي فات انه واحد من الخطايا وتحديدا الجشع، والخطايا ديت اتوجدت علشان تتحدى القوانين المقدسه واللي حطتها القديسه لابلاس. وبيعرفوا ان في خطايا تانية زي خطيه الرغبه مثلا. وفي الوقت ده عين فيت بتنور احمر، وده معناه ان هو متعطش للدماء، فبيطلع على الصحراء اللي جنب المدينه وبيقاتل الوحوش، وبيدمج بين مهاره الكره الناريه والسهم السحري، وبيقتل الوحش الرملي اللي قدامه ده بكل سهوله. وبيضربوا الجشع على انه يشبع شراهته حبه حبه بحيث يقدر يسيطر على نفسه. وهنا بيشوف زعيم الوحوش الرمليه وبيهجم عليه، والمره ديت مش عشان يحمي المحاربين لا، بل عشان يشبع جوعه مش اكتر. وبنلاحظ ان الزعيم ده في المستوى 60 وبيهجم عليه الوحش، ولكن فيت بيتصدى له بالسهم الناري، ولكن الجولوم الرملي بيهجم عليه بالعاصفه الرمليه، فبيهجم عليه فيت بالمنجل وبيقضي على هيئته الرمليه، ولكن الوحش بيحاول يهرب بين الرمال. وهنا فيت بيستعمل القوس، والمره ديت بيدي 20% من احصائياته للجشع، وبيهجم على الوحش بسهم سحري ناري بيخلص عليه، وبيسرق منه مهاره العاصفه الرمليه. وبعدها المحاربين بيشكروه على مساعدته ليهم وبيحاولوا يتعرفوا عليه، ولكنه بيقول لهم نادوني جثه وخلاص يا راجل، وده عشان ما يكشفش هويته. ولما ماين بتعرف انه هزم جولم الرمل بتتعصب عليه لانها كانت هي اللي عايزه تقتله، ولكنه بيقول لها خلاص اديك نص المكافاه ما تزعليش نفسك. وبيروح يستلم المكافاه وهو لابس القناع. وهنا رودلوف بيدخل وبيقول له وانت الجثه اللي هزمت جولم الرمال انت هتبقى خادم عندي دلوقتي، وبيخلي رودلوف الحراس يحوطوا فيت. ولكن ماين بتدخل وبتقول له هو خدام انا يا باشا، فبيقول لها انت تروحي تلعبي بعيد يا بنت انت، فبتديله ضربه بالفأس بتطيره في الهواء، بردت قلبي والله. وبيروحوا لصاحب القافله وبيقولوا له خدنا وصلنا معاك. واثناء رحله فيت مع ماين بيقول لها هو انت متاكده ان خطيتك الغضب مش الشراب؟ ده انت يا شيخه خلصت معظم الاكل واحنا لسه جايبينه. فبتقول له ماين الغضب بيستهلك سعرات حراريه كتيره، فبيرد بيقول لها بس مش باين الاكل ده بيروح فين يعني، وبيكون قصده انها رفيعه وكده يعني بالرغم انها بتاكل كتير. فبتتعصب ماين وبتكسر العربه، وعلى ما العربه تتصلح ماين بتطلع على اقرب قريه وبيروح فيت وراها. وهناك فيت بيلاقي ان القريه ديت هاديه حبه حبتين ثلاثه زياده عن اللزوم، فبيعرف ان في شخص بيحميها. ولما فيت بيستأذن من الشخص ده يخليه يقعد في القريه فتره لحد ما العربيه تتصلح، فبيقول له موافق ولكن لازم تبارزني الاول. وهنا فيت بيحاول يستخدم مهاره التعرف ويقيس مهارات الشخص ده، ولكن الشخص ده بيقول له انت ازاي مستواك واحد وقوتك فوق المليونين. ففيت بيتصدم ومش بيكون عارف يرد عليه ازاي، وبتبدا المبارزه ما بينهم وبتتلحم سيوفهم. ولكن الراجل العجوز ده بيوقع سيف فيت بكل سهوله. وهنا فيت بيقول له افهم من كده اني مش مرحب بيا في القريه. فالراجل العجوز بيرد وبيقول له بالعكس ولكن على شرط انك تسيبني ادربك. ففيت بيستغرب من الموضوع، بس الراجل العجوز بيقول له بالرغم من ان قوتك كبيره ولكنك مش عارف تتحكم فيها اطلاقا ولا حتى بمهاراتك، فانا عاوز ادربك واجيب اخرك. ففيت بيقول له انا ماليش اخر. فالعجوز بيقول له انت هتصاحبني ولا ايه؟ ففيت بالرغم ان هو بيحس ان الموضوع مشبوه الا انه بيوافق لان ده في الاول وفي الاخر تدريب ببلاش. وبيعرفنا الرجل العجوز ده بنفسه، وبنعرف ان اسمه هارون. وبتوصل ماين لعندهم، وبنظره واحده من هارون بيعرف ان ماين هي كمان محاربه قويه، وبيسمح لهم ان هم يباتوا عنده. وفي اليوم اللي بعده بيدرب فيت على ازاي يقاتل من غير سيف، وبيهجم على فيت بهجمات سريعه وبيعلمه انه طالما جسمه مسترخي سرعته هتزيد. وفجاه عين فيت بتتغير للون الاحمر، وبيستغرب هارون، ولكن فيت بيشتته وبيهجم عليه، وهارون بيعمل نفسه ما خدش باله من الموضوع. وبعد التدريب بيلاحظوا ان ماين المفجوعه اكلت كل الاكل اللي في البيت، فهارون بيروح يستلف شويه اكل من القرويين. وبالليل بيروح فيت على القلعه وبيلاقي فيها صوره هارون وزوجته وابنه، وبيلاحظ ان ابن هارون شبهه. فيا ترى هل ده السبب اللي خلى هارون يضرب فيت ولا ايه الموضوع؟ ووسط ما هم بيتعشوا بيحكوا لهم هارون قصتهم على القلعه، وانها كانت قلعته من 15 سنه، ولكن بسبب اوامر ملكيه تم نفيه من القلعه، وابنه حاول يدافع عن القلعه من الوحوش في غيابه ولكنه اتقتل على ايديهم، وده بسبب وحش مستوى عالي من نوع الليتش. ومن الوقت ده والقلعه اصبحت تابعه للليتش. وفي اللحظه ديت فيت بيكون خلاص مش قادر يستحمل بسبب الشراهه، فبيطلع وبيستعد ان هو يقاتل الليتش، وهارون بينضم له علشان يواجه ماضيه. وماين بتقول لهم انها تعمل قريه مقابل 50 قطعه ذهبيه. البت ديت ماديه خالص. وعند القلعه فيت بيستعمل سهام مدموجه بمهاره عاصفه الرمال بتحجر الموتى الاحياء، وبالطريقه ديت قدروا يتسللوا القلعه بسهوله. وهناك بيظهر قدامهم مجموعه كبيره من الموتى الاحياء، ولكن فيت وهارون بيتصدوا ليهم وبيدخلوا للقاعه. وهناك هارون بيتصدم لما بيشوف عيلته على قيد الحياه، واللي بيقولوا له انهم اصلا ما ماتوش. وهنا السيف بيقول لفيت ان دي تعويذه وهم، وانهم في الحقيقه كلهم اموات. وفجاه ابن هارون بيهجم عليه، ولكن هارون ما طلعش غبي وبيتصدى له بكل سهوله. وللاسف فيت مش هيعرف يقاتل مع هارون، وده لانه لو قتلهم بنفسه ارواحهم
ارواحهم مش هترتاح ابدا، وده بسبب مرض الشراهه. فبيسيب فيت الموضوع لهارون وبيروح فيت يدور على الليتش، ووسط ده بيكون هارون بيقتل ابنه لوك بكل قوته، وعند فيت بيكون قدر يحدد مكان الليتش وبيهجم عليه، وبيظهر الليتش قدامه. فبيستعمل فيت المهاره اللي اتعلمها من هارون وبيهجم على الليتش بكل خفه، ولكن الليتش بيحاصره بجيشه من الجثث واللي للاسف فيت ما قدرش يقتلهم ولسه هيهجموا عليه. ولكن هنا هارون بيتدخل وبيقطع اوتارهم وبيمنعهم من الحركه، وبيحاول يطهر الليتش بقوته، ولكن مش بتكون كفايه. وهنا فيت بيستعمل السيف المقدس الخاص بابن هارون وبيعملوا مهاره مقدسه مشتركه وبيمسحوا الليتش من الوجود، وهارون اخيرا بيقدر يودع ارواح عيلته. وفي اللحظه ديت روح الليتش بتحاول تهاجم هارون، ولكن فيت بيقضي عليه نهائيا، وبيلتهم فيت روح الليتش وبترجع عينيه لطبيعتها تاني، وده لانه اشبع شراهته، وبتركض باقي الارواح في سلام. وبعدها بيخرج فيت وهارون من القلعه وبيتسابوا مين هيقتل الهياكل العظميه اكتر، وبيرجعوا للقريه وبيبان ان ماين متعصبه، ولكن هارون بيديها الفلوس اللي طلبتها وزياده، وبيقول انا افتكرت شفتك فين قبل كده. وبنعرف ان هارون قابل ماين من 50 سنه، انت متخيل؟ وبنعرف من ماين انها مش بشريه، وبتقول لهم انها طيف وعندها مهمه محتاجه تنفذها. وبعدها هارون بيقول لفيت ايه ده انت عينك رجعت لطبيعتها؟ فبيحاول فيت يحاور عليه في الكلام، وبيقول له ان عينه بتعمل كده لما بيتعطش للوحوش. فبيقول له انا فاهم الموضوع ده، فلما تخلص مهمتك تعالى قابلني هكلمك في موضوع مهم. وعند رافل اخته بيكونوا له حجر قادر على شفاء اي اصابه، وفي الوقت نفسه بيجيله خبر مقتل اخوه هادو، وبيتوعد ان هو ينتقم لمقتل اخوه. وبنكمل رحلتنا مع فيت وماين واللي بتكون نايمه في حجر فيت. وفي مكان تاني بتكون روكس وصلت لعند القلعه اللي كان عندها فيت، وهناك بيرحب بيهم هارون وبينحني له موجا، وبيقول له انه له شرف عظيم ان هو يقابل كبير عائله برباطوس احد اعظم العائلات الخمسه. ولو ما تعرفش روكس هي كمان من عائله هارت، وهي برضه واحده من اعظم العائلات الخمسه، وكمان رافيل المعفن واللي من عائله فيليريك واللي هي برضه نفس النظام. المهم ان روكس بتسال هارون ازاي قدر يحرر القلعه من حكم الليتش، فبيقول لها في شاب ساعدني، ولما بتساله عن اسم الشاب ده بيرفض يقول لها، وده لان فيت قال لهارون انه ما يفضحش عن هويته لحد. وبعدها بيقول لها هارون انت رايحه الجاليه صح؟ هو عائله فيليريك هم اللي بعتوكي؟ ولكنها بتقول له ان هي اللي اتطوعت. وبيتصدم هارون لما بيعرف منها ان ابوها ميسون اتقتل على يد الوحوش، وشكله كده كان صديق عزيز على قلبه، وبيعرض عليها انه يضربها علشان تستعد للقتال في جاليه. وطبعا هي بتوافق، تدريب ببلاش بقى، ابو بلاش كتر منه. تحس هارون ده اي حد بيشوفه بيقول له ايه رايك اضربها، راجل غريب. وعند فيت بيكونوا وصلوا عند جاليه، وبنعرف من ماين انها اتولدت هنا، فبتصدم فيت وبيقول لها لكن جاليه كانت موجوده من 4000 سنه، ولكنها مش بترد عليه كالعاده، وبتسيبه وبتكمل طريقها للبيضه العملاقه ديت. وبنعرف ان البيضه ديت عباره عن سلاح استخدمه شعب جاليه وبيسمى كيميرا، ودي عباره عن شرنقه بيتحط فيها مختلف انواع الوحوش، ولكنها كانت تجربه فاشله. وهنا ماين بتقول لفيت دلوقتي لازم ترد ليها الدين وتقاتل معايا. ولما فيت بيفحص الكيميرا بيلاحظ ان قوتها فوق ال 2 مليون ونص، وكمان بما انها شرنقه فبتحتوي على وحوش كتير عندهم مختلف المهارات. وبتبدا ماين بالهجوم على الكاميرا، وبيظهر ان في بنت جواها، وهنا بتتحول الشرنقه لوحش عملاق. وبيلاحظ فيت ان البنت ديت عيونها حمراء، فبيقول له ماين انه مش هيقدر يقتلها لانه لو هزمها روحها مش هتركض بسلام. ولكن ماين بتقول له ما تخليش المظاهر دي تخدعك، دي مش بشر، دي مجرد وحش. وبيهجم الكاميرا عليهم بتعويذه بتعمل موجه من النار المغليه، ولكن ماين بتصدها وبتردها للوحش، وبتقول لفيت انهم ينفصلوا، وهي بتهجم على الوحش وبتقطع ايده. وفيت بيحاول يستعمل عليه سهام التحجير، ولكن كل ده من دون اي فايده. وحش الكاميرا بيجدد ايده وبيشيل التحجير من على رجله، فبتهجم ماين على الوحش مره تانية، ولكنه بيصرخ وبيتطور وبتظهر له اجنحه. وهنا ماين بتقول لفيت انه يتراجع وهي هتقتله لوحدها، ولكن فيت بيرفض وبيدخل نفسه في طور الشراهه وبيسيطر عليه، وبيقول له ماين انه يساعدها. وبيهجم عليهم الوحش بريش متفجر من اجنحته، ولكنهم بيصدوها. وهنا فيت بيهجم عليه بالقوس وبيحجر الوحش المره ديت بالكامل، وماين بتهجم عليه بتوقعه على الارض، ولكن الوحش بيستعمل مهاره بتحميه من الهجوم. وفي اللحظه ديت فيت بيستعمل منجله وبيهجم على الحاجز، ولكنه مش بيأثر عليه، فبيحدد اضعف جزء في الحاجز وبيهجم مره تانية وبيكسره. ولكن الوحش بيطير وبيحاول يهرب، وفيت عينه بتنزف دم وشكله قرب يوصل لحدوده. وهنا ماين بتقول له اطلع على الفاس بتاعي وانا هرميك ورا الوحش. وفعلا فيت بيطير ورا الوحش وبيقرب منه، ولكن الوحش بيعمل حاجز على نفسه، ففيت يتراجع اكيد لا، وبيستعمل المستوى الثاني من المنجل وبيطعن البنت اللي جوه الوحش وبيقضي عليها. وبيعرف فيت ان الوحش ده كان عينه حمراء لانه عنده مهاره من مهارات الخطايا. وبنفهم من ماين ان لما الخطيئه تسيطر على الشخص بيتحول لكاميرا، ففيت بيقول لها لو ده حصل لي وفقدت السيطره على نفسي لو سمحت اقتليني. فماين بتحضنه وبتقبل طلبه. وعلى الغروب فيت بيبلغ ماين ان هو يروح لمكان اسمه بابليون، وماين بتقول له انها هتفضل هنا علشان وعدت الناس انها تعمر القريه، وده السبب انها كانت ماديه وبتجمع فلوس. يا سبحان الله طلعت طيبه في الاخر يا ماين. وبنعرف ان فيت ضحى بكل احصائياته وكسب المستوى الثالث واللي هو الدرع، وبيفترق فيت عن ماين وبيكمل طريقه لوحده وبيوصل لمدينه بابليون. وبنعرف في الطريق في حواره مع سيف الجشع ان كان في شخص بيستعمله قبل فيت ولكن اتقتل وسابه. وبنعرف منه ان اسلحه الخطايا المميته غير قابله للتدمير، ولما بيوصل للمدينه بيتصدم ان صاغ الشاورما بثلاث اضعاف سعره. ولكن مش ده المهم انه اخيرا قابل روكسي في المدينه، ولكن بيتصدم لما بيسمع حد بيقول هتموتي هنا يا روكسي، واللي بيقول كده بتكون بنت شعرها ازرق وشكلها مش ناوي على خير. وفي اليوم اللي بعده بطلنا فيت بيكلمنا عن مدينه بابليون، المدينه اللي بتجمع فيها الاقوياء فقط وكارهين الفرسان.
الفرسان المقدسين، وفيت بيرتاح في المكان ده لانه يقدر يتصرف على طبيعته فيه. وفي مكان تاني عند روكسي بتتعرف على واحد اسمه اليستر، واللي بنعرف انه كان بيحكم مدينه بابليون في غياب والد روكسي ميسون، وبيعتذر ليها ان هو ما قدرش يحمي والدها، ولكن روكسي بتسامحه وبتقول له يرفع راسه وان هي وجيشها يدافعوا عن جاليا ضد حشود الوحوش، وبتوعده بكده، وبتقول لفريقها انهم يستعدوا علشان يستكشفوا المدينه. وبنرجع لعند فيت وهو بيتجول في المدينه وبيكون متضايق ان كل حاجه هنا سعرها غالي، وفجاه بيعدي على محل حداده وهناك السيف بتاعه الجشع بيعجب بغمد السيف اللي معروض، والراجل صاحب المحل بيخرج وبيكون معجب بالتفاصيل اللي على رداء فيت، وبيكون عارف انها مش مجرد حروق عشوائيه، وده لان فيت كان بيستعمل تعويذه نار متقدمه. فهنا فيت بيسال الحداد على الغمد المعروض، ولكنه بيقول له ده مجرد نموذج، لو عاوزني اعمل لك واحد يناسب سيفك قول لي. ففعلا فيت بيوريه سيف الجشع وبيعجب بيه، لكن بيقول له ان هو هيعمل له واحد ب 500 عمله ذهبيه. يا مفتري ليه كل ده؟ ففيت بيفعل وضعيه تهرب يا حامد لان السعر اغلى من حياته كلها. معذور يا فيت، معاك حق صراحه انك تهرب بعد ما سمعت السعر ده. وبيخرج علشان يقاتل شويه وحوش ويكسب شويه فلوس تكفي مصاريفه اليوميه، وهناك بيقابل شويه محاربين بيعرضوا عليه ينضم ليهم، ولكن فيت بيقول لهم انه مش حابب ينضم لحد، فبيشكوا انه فارس مقدس سابق، فبيخافوا منه وبيسيبوه وبيمشوا. وبينطلق فيت في رحلته لهزيمه الوحوش، وبيوصل لمكان السماء وكل حاجه فيه خضراء، وده لانه يعتبر قريب من حدود جاليا، وبسبب كثره جثث الوحوش فحتى الجو يعتبر مسمم. وفجاه بيظهر قدام فيت حشود من وحوش الاورك، واللي بيكون معاهم اسلحه وعددهم بيكون في حدود ال50 اورك، ولسه فيت هيهجم عليهم الا وبيلاقي فرقه المحاربين هجمت عليهم وعملت معاهم الجلاشه. ففيت بيقرر ما يتدخلش علشان ما يضايقهمش، وهنا بتظهر فرقه تانية من وحوش الاورك، ففيت بيهجم عليهم ولكنهم بيرموا عليه سهام مشتعله، والمره ديت بيستعرض فيت الدرع وبيصد كل الهجمات، وبيستعمل مهاره اسمها اندفاع الدرع، وبيها بيصد هجمات وحوش الاورك وفي نفس الوقت بيقتلهم، يعني زي ما تقول كده 2 في 1. وبتزيد كل احصاءات فيت وبتعدي ال 2 مليون ونص، وبيستغرب فيت ان الشراء الخاصه بيه ما سيطرتش عليه المره دي، فبيفكر ان ده بسبب تدريب هارون له، فبقى قادر يسيطر على نفسه شويه. وبيجمع فيت اذان وحوش الاورك كدليل علشان يستلم المكافاه، وبيطلع بيها على النقابه، والكل هناك بيكون مصدوم ان هو قتل كميه الاورك دي لوحده. وواحد من فرقه الفرسان اللي شفناها بيقول له انت مفكر نفسك مين يلا علشان تسرق وحوشنا، وبيهجم على فيت وبيحاول يسرق اذان الاورك منه، ولكن فيت بيمسك ايده وبيدغدغها، وبيقول له واحد تاني شايف نفسه قوي يعني انت مخبي وشك بقناع ليه؟ ما تورينا وشك يا حلو. ولكن فيت بيعمل معاك جلاشه، وبتهجم عليه باقي الفرقه ومش محتاج اقول لكم هو عامل فيهم ايه، وبيرمي عليه واحد خنجر ولكنه بيصده وبيضربه تحت الحزام. خلاص الواد مستقبله ضاع انتهى. وبتسلمه العامله اللي بتشتغل في النقابه 100 عمله ذهبيه مقابل اذان الاورك. وهنا روكس بتدخل وبتقول له انت اللي ضربت المغامرين، ولكنها بتفهم الوضع وان فيت كان مجرد بيدافع عن نفسه مش اكتر، وطبعا مش محتاجه اقول ان هي مش عارفه انه فيت بسبب القناع. وبتقول لباقي المغامرين انها مستعده تسامحهم مقابل ان هم يقضوا ليله واحده في السجن. ووسط ده كان فيت سرحان وبيلاحظ انه بقى اطول من روكسي، وهنا ميريا بتقول له ايه العيال القناع وانت بتكلم السيده روكسي، ولكنه بيمسكها من ايدها وبيمنعها، ولولا انها تابعه روكسي كان عمل معاها السليمه. بس روكسي بتقول مفيش داعي تخلع القناع، ولكنها بتقول له يستحسن تهتم بشكلك شويه. ايه الاحراج ده؟ ففيت طبعا بيتحرج وبيهرب من المكان، وبيكون نفسه يشتري غمد للسيف وكمان ملابس جديده بدا الكسفه اللي هو اتكسفها قبل شويه، ولكنه لسه معهوش غير 100 عمله ذهبيه بس، واكيد الغمد والملابس الجديده هتكلف اكتر. وهناك بيقابل الحداد مره تانية وبيقول له انا سمعت انك هزمت فرقه اورك كامله لوحدك. نسيت اعرفك على نفسي، انا اسمي جيد ستراتوس. وبيفهم فيت منه ان هو لسه فاتح محل الحداده بتاعه من حوالي 3 شهور، فكان بيبحث عن شخص يستعمل العده الخاصه بيه بحيث يروج للمحل بتاعه. ففيت بيستغل الفرصه وبيوافق لان ده معناه معدات ببلاش، وابو بلاش كتر منه. واظن لو وصلت لهنا يعني هيبقى عيب عليك انك لحد دلوقتي ما حطيتش لايك واشتراك، فحط لايك واشتراك دلوقتي، وعشان تثبت انك وصلت لهنا اكتب في التعليقات ابو بلاش كتر منه. وحرفيا شكل فيت بيبقى جامد بدل الهدوم المقطعه اللي كان لابسها ديت، ولكن يا فرحه ما تمت. الحداد بيقول له حسابك 80 عمله بس تقدر تدفع النص. وبعدها بيطلع فيت على اقرب مطعم، وهناك بيلاقي ناس كتير متجمعه، وبيطلع انهم مش متجمعين علشان حلاوه صاحب المطعم لا، ولكن بسبب البنت ديت، واللي شفناها بتتوعد لروكس من شويه بالموت. والاغرب ان فيت مش قادر يبعد عينه عن البنت ديت، ورغم ان فيت لابس القناع الا انها بتقرب منه وبتقول له كنت مستنياك يا فيت. ففيت بيقول لها ايه ازاي عرفت اسمي؟ وبيكون مصدوم. وهي بتكمل وبتعرفه على نفسها وبتقول له اسمي إريس خطيئة الرغبه، وبتعزمه على كوبايه عصير، وبتقول له يخلع القناع لان في الاول وفي الاخر هو مش بيأثر عليها، واصلا فيت كل ما يبص لها بينجذب ليها، وده بسبب مهاره الرغبه الخاصه بإريس واللي بتخلي الناس يقعوا في حبها بدون اي قصد منها. وهنا فيت بيخش في المفيد وبيقول لها انت قلتي انك بقالك فتره مستنياني، قصدك ايه؟ فبتقول له انا مراقباك من البدايه خالص، من ساعه ما كنت حيوان فقير لحد ما قتلت الحارس وشغلت مهاره الشراهه. وحرفيا البت إريس ديت بتحكي لفيت قصه حياته كلها حرفيا من غير اي مبالغه. وبتقول له إريس ان الوحش اللي اسمه كيميرا فيه غيره كتير في جاليا، فبيتصدم فيت لانه عانى عقبال ما هزم وحش واحد منه. ولكن إريس بتكمل وتقول له دلوقتي نخش في المفيد. وبتكلمه إريس انها بعيده عن كونها خطيئه الرغبه الا انها بتشتغل كمان حارسه للمملكه، والوظيفه ديت بتسمح لها انها تاخد اي قرار في مقابل مصلحه المملكه. وهنا هي بتكلمه على ان روكسي هتموت في جاليا، فبيتعصب فيت وبيوقع على العصير وبيقول لها انت عاوزه تقتل روكسي؟ فبتقول له اهدى ويسيبها
بتشرح له كل حاجه، وبتشرح له إيريس ان في حاجه اسمها ظاهره الكراهيه، وهي عباره انك لما تقتل وحوش كتير كراهيتهم ليك مش بتموت وبتتجمع وبينتج عنها وحش نادر زي ما شفنا خلال الاحداث، ان دايما بيكون في وحش اضخم واقوى وبيكون قائد للقطيع من نفس نوعه. وبتكمل إيريس بكل برود وبتقول له تخيل بقى ان ظاهره الكراهيه ديت بتحصل بين البشر، وبما ان كل الناس بتكره الفرسان المقدسين باستثناء روكسي، فعاوزك تتخيل ايه اللي هيحصل لما روكسي تموت. كل كراهيه الناس ديت هتتجمع وهتخلق انسان بمهاره قويه جدا. وبتضحك إيريس وبتقول علشان كده لازم نقتل روكسي علشان مصلحه المملكه. فبيتعصب فيت وبيكسر الكوبايه وبيقول لها انت بتقول ايه يا ست انت؟ وإيريس بتقول له مش هتعرف تعمل حاجه، الخطه بدات من زمان بالفعل. ولكن فيت بيخرج وبيتوعد انه ينقذ روكسي باي ثمن. وفي اليوم اللي بعده إليستر حاكم المدينه بيبلغ روكسي انهم فقدوا الاتصال مع الفرقه اللي بعتوها الجري علشان تجمع موارد. فروكسي مش بتتردد وبتقول له هنروح ننقذهم حالا. ويا محاسن الصدف عند فيت كان بيكلمه الحداد وبيقول له انه عشان يصنع الغمد المثالي لسيفه محتاج نوع معين من البلورات، والبلورات ديت كان المفروض انها تيجي مع الفرقه اللي راحت تجمع موارد، وفيما معناه ان فيت هو كمان رايح جاليه وبيدي الحداد خريطه باماكن تواجد البلورات، وده نفس المكان اللي روكسي رايحه له. ووسط ما فيت كان بيقتل الوحوش بدرعه وبيمتص مهاراتهم، بتكون روكسي وصلت لمكان البوصله فيه مش بتشتغل وبتلف بشكل غريب، وبمعنى تاني ما عادوش عارفين هم فين. وهنا موجان بيقول في العادي كنا هنقدر نحدد المكان باستعمال النجوم او القمر، ولكن للاسف الغيوم حاجبه الرؤيه. بس روكسي بتقول ان كل ما زادت الوحوش كل ما قربوا من جاليه، لان الوحوش في جاليه اكتر بكتير، فهم هيتتبعوا اثار الوحوش وهيوصلوا لجاليه عن طريقهم. وعند فيت بيغيب عن الوعي اللحظه وبيشوف الكاميرا وهادو وكل الوحوش اللي قتلهم بيسحبوا المستنقع من الدماء. وهنا فيت بيفوق وبيستشعر وحوش نادره كتير، فبيستخدم فيت مهاره الرؤيه الليليه وبيعرف انهم 4 من السلمندر، ولكن لما بيهجم على واحد فيهم باستعمال القوس بيلاحظ انهم ولا بيهربوا ولا بيهجموا عليه، فبيستغرب وبيمشي وراهم. وعند روكسي وفرسانها بيهجم عليهم وحوش السلمندر وبينفسوا عليهم بالنيران، وبيتصاب إليستر. فميريا بتحاول تهجم على السلمندر بسيفها المشتعل، ولكن مش بيأثر في السلمندر وبيطيرها من قدامه. وهنا السلمندر كان هيقتل روكسي هي وميريا، ولكن فيت بيتدخل وبيقطعه نصين وبيصد هجومه بالدرع، وبيستعمل فيت سيفه وبيقتل باقي السلمندر. وبعدها بيشكروه موجان وميريا على انقاذه ليهم. ولاحظ معاه انهم ندوب جثه لانهم لسه ما يعرفوش ان هو فيت، بما انه يعني لابس قناع وكده. وفيت بيقول لهم عفوا، بس مش ملاحظين حاجه غريبه؟ كل وحوش السلمندر عليه علامات غريبه وكأن في حد كان مسيطر عليهم. وفيما بعد بيوصلوا فيت لعند الواد العظيم واللي كان رايحه علشان يدور على البلورات عشان الغمد بتاع السيف. واثناء كلام روكسي مع فيت ميريا بتدخل وبتبعدهم عن بعض وبتمسك ايده، فبيسمع فيت افكار ميريا وبتكون قاعده تشتمه. محترم البت ميريا، الله على التربيه الجميله. واثناء بحث فيت عن البلورات بيلاحظ وجود إيريس، فبيمشي وراها، ولكن من وراه بيلاحظ وحش كاميرا ومكان ل3 وحوش غيره. وبيفهم فيت ان إيريس حررت ال3 علشان يهجموا على روكسي، وفعلا فيت بيسمع صوت هجوم من ناحيه مكان روكسي، فبيجري علشان يساعدها. وعند روكسي بيكون موجود 3 وحوش من الكاميرا واللي بتهجم عليهم، وبتصيب موجان وهو بيحاول يحمي ميريا، ولكن فيت بيتدخل وبيهجم عليهم بالسهام. وبنلاحظ ان الوحوش ديت اضعف من الكاميرا اللي فيت قتلها قبل كده، وده لان سرعه تجددها ضعيفه، وعشان اللي جوه الكاميرا وحوش عاديه مش بشر عندهم خطايا زي فيت. ففيت بيفهم روكسي ان نقطه ضعف الوحوش ديت هي جوهرها، وبيبدا الهجوم عليهم، ولكنهم بيولعوا في المكان حرفيا علشان ما يقربش منهم. ولكن فيت عنده مهاره مقاومه للنيران وبيهجم على واحد فيهم، وروكسي بتكمل عليه وبتضربه في الجوهر، وبكده بيكون باقي 2. واحد فيهم كان بيهجم على ميريا ولكنها بتصد نيرانه بسيفها السحري، وفيت بيقول لها روحي اطمني انت على موجان وانا وروكسي هنخلص عليه. وبيهجم هجوم مشترك على الكاميرا بيخلصوا عليه بضربه واحده، وبيتبقى اخر وحش كاميرا واللي بيقفز وبينزل يكسر الارض من تحتهم، وبيقع فيت وروكسي في الهاويه. ولكن فيت بيمسك روكسي وبيقول لها انا عارف ان مش باين عليا لكن انا هقدر استحمل الوقعه، وبيخلي روكسي تسند عليه. وبيصحى فيت وبيكون مرعوب علشان ضيع قناعه، ولسه روكسي هتصحى وهتكشف قوته، ولكنه بيلحق نفسه وبيلبس قناع على طول. وبيعمل فيت شعله من النار علشان تنور لهم المكان، وبيقعدوا جنب بعض. وبيشرح فيت لروكسي ان وحوش الكاميرا ديت سلاح موجود من 4000 سنه، وبيسالها فيت لو كانت قدرت توصل للفرسان اللي راحت تجمع الموارد، فبتقول له للاسف لما وصلنا كانوا ماتوا كلهم بالفعل. وهنا روكسي بتساله وبتقول له صحيح انت ايه عرفك بالكاميرا والكلام الكبير ده؟ فبيقول لها ان في بنت نجت من جاليه حكت لي الموضوع. فبتقول له قصدك على البنت ام فاس كبير اللي طيرت حاكم مدينه؟ ده انا برضه سمعت انها بتسافر مع شاب ويا على الصدفه لابس قناع برضه زيك كده. ففيت بيقول لها ايوه هو انا، وبتحرج منها. ولكن روكسي بتعتذر له وبتقول له معلش بس انت بتفكرني بحد اعرفه. وبتكمل وبتقول له انا سبته في العاصمه بس ما اعرفش ليه بحس ان هو دايما جنبي. وشكلها كده بدات تلاحظ ان هو فيت، بس اللي ما تعرفوش هي ان فيت فعلا قاعد جنبها حرفيا، وبتقول يا ترى هو مبسوط دلوقتي ولا ايه؟ فهنا فيت بيقول لها اكيد مبسوط بيك يا قمر، مين مش هيبقى مبسوط بواحده زيك بتهتم بيه وبترعاه؟ ولكن فجاه عين فيت بتنور احمر، وده بسبب خطيه الشراهه. فالحسن حظه بيعرف ان في وحش قريب فبيجري عليه، وبيطلع ان هو الكاميرا اللي وقعهم هنا، وبيهجم عليه وبيقتله بكل وحشيه. ولما بيخلص بيلاحظ ان عليه نفس العلامه اللي كانت على وحوش السلمندر، فبيفهم ان إيريس هي اللي بتتحكم في الوحوش ديت علشان تقتل بيهم روكسي. وفجاه السقف كان هيقع على روكسي ولكن فيت بيحميها. والحسن حظ فيت بيظهر قدامهم البلورات اللي كان فيت جاي مخصوص عشانها. وفي اخر اليوم بتطلع روكسي من الكهف وبتحضنها ميريا، ووسط السعاده ديت بيكون في شاب لابس قناع زي فيت وشكله مش ناوي على خير. وبعد فتره في المدينه روكسي بتتحدى فيت في نزال، وده بسبب انه اتعرض للمغامرين كتير وعمل مشاكل وتدمير ممتلكات
حوارات. ففيت بيدافع عن نفسه وبيقول هم اللي هجموا عليا مش مشكلتي انا، ولكن روكسي بتقول له ما هو لا اما تنضم لينا لا اما نحطك في السجن. فبيقبل فيت النزال بين قوسين تحت التهديد، ولكنه بيقاتل والسيف في غمده، وده عشان هو مش عاوز يأذي روكسي، ولكن بيلاحظ ان هجماتها قويه رغم فرق الاحصائيات ما بينهم. وبيشرط فيت لحظه فبتهجم على القناع بتاعه وشكلها تموت وتعرف هو مين، وبتهجم عليه هجمه سريعه وبيتفاداها فيت. فبتقول له روكسي لو عاوزني ما اهزمكش بطل تتفادى الهجمات وهجم عليها انت كمان. ففيت بيستخدم مهاره السيف المقدس وسيفه بينور ازرق. فروكسي بتتصدم وتقول له انت كنت فارس مقدس ولا ايه؟ ولكنه بيقول لها لا انا مجرد محارب، وبيهجم عليها حته هجمه بيرجعها متر لورا. ولكن لما بيلاحظ الميداليه اللي على رقبتها بيعرف انها عملتها بالحجر اللي كان عطاه ليها، فبيشرد اللحظه، وبسبب اللحظه ديت بتهزمه روكسي وبتطير سيفه. فبتستغرب روكسي انها قدرت تهزمه، ولكنها بتساله المهارات اللي انت استعملتها ديت علمها ليك هارون صح؟ وبتقول له انا فاكره ان هارون قال ان في شاب ساعده وهو علمه شويه مهارات، وان الشاب ده بيعاني بسبب قوته، ولسه هتقول له ايه رايك اساعدك؟ بس فيت بيرفض وبيسيبها وبيمشي، وبيكون مبسوط من جواه انها قلقانه عليه. وبعدها بيتكلم فيت مع موجان وبيقول له ان وحوش الكاميرا ديت كان في حد بيتحكم فيها. فبيقول له موجان ان هو عارف ده، وده لانه بينحدر من عائله باحثين وبنته منهم. ففيت بيقول له طيب خلي بنتك تفحص واحد من وحوش الكاميرا ديت ونعرف مين اللي بيتحكم فيها. ولكن موجان بيتعصب وبيقول له عاوزني اجوزك بنتي؟ انت بتحلم ياض. وبيجري وراه وبننتقل عند بنت موجان واللي اسمها رايني، وبيطلع انها الباحثه اللي شفناها قبل كده لما كانت بتحلل اثار معارك فيت. وبنعرف منها ان رافل بيبحث عن حجر الفلاسفه واللي قادر على شفاء اي جرح، وبيدي لحامله قوه كبيره، ولكن في المقابل بيتحكم بعقله وجسمه. وبيكونوا مش عارفين رافل عاوز الحجر ده ليه. وبنرجع للمدينه واللي بيكون شغال انذار صوته عالي، وده لان في كميه كبيره من الوحوش هتهجم على المدينه. فروكسي بتجهز فرقتها من الفرسان وبتستعد للتصدي ليهم، وبيكون فيت بيراقبهم، ولكنه بيقول دي وحوش عاديه روكسي تقدر تتخلص منهم، ولكن بيستشعر وحوش من وراهم وبتكون تحت الارض. فبيحاول فيت للقوس وبيستعمل مهاره الطلقه اللولبيه الحارقه البنفسجيه. مش عارف ايه الاسم ده، اسامي المهارات عند اليابانيين غريبه قوي يعني، خصوصا الكتاب. وبسبب الضربه ديت بيخرج الوحش من تحت الارض، وبنلاحظ ان عليه نفس العلامه اللي شفناها على كل الوحوش السابقين. فبينط فيت من الحصن على الوحش، وبيلاحظ ان الوحش ده سلايم في المستوى 440 وقوته بتتعدى 13 مليون. وبمجرد ما فيت بيقرب منه بيغرق فيت بمطر من الاحماض، وبيحذروا في الجشع ان لو الحمض ده لمسه هيحلل جسمه عن عظامه، بمعنى اخر هيتفشخ يعني. وبيحاول فيت يهجم عليه بسهم مشتعل علشان يبخره، ولكن بيختفي من قدامه. وبيهرب الوحش من فيت وبيكمل طريقه ناحيه فريق روكسي، وبيقسم نفسه ل3 وحوش، ولكن فيت بيصدهم بمهاره التطهير المقدسه. وبيتباع الوحش عند الحفره اللي هيخرج منها، وبيجهز سهم مشتعل وبيقول اقصى حد، وبيهجم على السلايم وبيخلص عليه. وفعلا جوهره بيتدمر، ولكنه بيكون لسه عايش. بس مش عايزك تتفاجئ، لان كل ده بسبب الفارس اللي لابس قناع زي فيت، لان السلاح اللي من الخطايا اللي هو بيستعمله بيسمح للسلايم ان هو ينسخ نفسه بدون نهايه حتى لو جوهره اتدمر. وشكل الفارس ده هو اللي بيتحكم بالوحوش، وفيت بيشك ان الفارس ده هو اريس، ووسط شكه بتهجم عليه السلايم وبتخلص عليه. ولكن فيت بسبب قتله جوهر السلايم فخلاص حمض السلايم مش بيكون بيأثر عليه، وده لانه كسر مهاره بتحميه من حمض السلايم. وبيحاول يهجم على الشخص اللي قدامه بالسهام، ولكن مش بيأثر فيه، فبيهجم عليه بالسيف. وهنا بيسمعه بيقول انت بتضيع وقتي، وبيعرف من صوته الرجولي انها مش اريس. والشخص ده بيحول سيفه لمسدس وبيهجم على فيت. ففيت بيحاول يستعمل الدرع، ولكن الطلقات بتدمره وبتخلي فيت ينزف. وقبل ما يقتل فيت بيخلي الشراره تسيطر على جسمه، وتحسه كده كانه استخدم الغريزه الفائقه بتاعت جوكو، وبيقدر بكل سهوله يتفادى الطلقات بتاعت الفارس. وبيهجم عليه وبيكسر قناعه، وبيطلع ان الفارس ده هو اليستر واللي كان موجود في فريق روكسي. وقبل ما فيت يفهم اي حاجه بيطلع اليستر بوك من جيبه، ومجرد ما بيستعمله بيظهر التنين المقدس، وبيقول له اليستر خلينا نشوف انا والتنين اسرع ولا انت يا فيت. وفيت بيجري باقصى سرعته، واليستر بيهجم عليه بالطلقات في طريقه، وبيخلي كمان السلايم تسد طريقه. وبيهجم اليستر عليه من الخلف، وعند روكسي بيكون التنين المقدس وصل عندهم، وهي بتحاول تتصدى له، ولكنه بيهجم عليها باقصى قوته. وقبل ما يمحيها من الوجود بيتصدى فيت الهجمه بالدرع بتاعه، فبيهجم التنين بهجمه اقوى. ففيت بيحاول يصدها بكل قوته لدرجه ان القناع بيتدمر، وروكسي بتنصدم وبتقول له هو ده انت يا فيت؟ فبيضير وشه وبيقول لها ما شفتكيش من فتره كبيره يا سيده روكسي. وتعالى نعيد اللقطه اللي حصلت دي تاني لما فيت انقذ روكسي بالدرع. وفي اللحظه ديت بنلاحظ انه استخدم مهاره درع غايه في التطور. المهم بنكمل بعدها فيت بيعتذر لروكسي انه كذب عليها طول الفتره ديت، وبيقول لها تسيب المكان وهو هيوفر لها وقت تهرب فيه. وبيسيبها وبيمشي، وبيروح فيت يقتل التنين، وبيلاحظ ان اليستر واقف عليه. فبيستعمل فيت مهاره سيف مقدس متقدمه وبيهجم على التنين بيها، وبسبب المهاره ديت بيتأيد التنين. فبيهجم عليه اليستر بنفسه، وبيقول له فيت كده نقدر نقاتل راجل لراجل براحتنا. وبيلاحظ فيت ان قوته بقت اضعف من اليستر، وده لاسباب كتيره، منها لانه استخدم الغريزه الفائقه بالقوه وجسمه ما كانش مستعد ليها، وكمان علشان المهاره اللي بتأيد التنين بتستنزف قوته. ففيت بيهجم على اليستر بكل سرعته، ولكن اليستر بيتفاداه بسهوله. وبيلاحظ ان فيت مش عارف يبعد عن التنين، لان لو بعد المهاره اللي مأيده بيها هتختفي. فبيستغل اليستر الفرصه وبيقطع ايد فيت وخلاص هيقتله، ولكن فيت بيهجم عليه من الخلف وبيغرز السيف في قلبه. وبيطلع ان اللي اليستر كان هيهاجمه ده كان مجرد سحر وهم. واليستر بيتصدم وبيقول له انت ضحيت بايدك علشان بس تقتلني. ففيت بيقول له ما هو لا اما اضحي بحاجه لا اما اضحي بكل حاجه. وبيقطع اليستر نصين، وبسبب ده بيمتص قوه اليستر واللي يعتبر واحد من الخطايا. فبيغيب فيت عن الوعي، وبيقابل البنت اللي كانت جوه الكاميرا واللي اسمها لونا.
لونا، واللي بتشكر فيت لانه قتلها، وده لانها كان ممكن تكون سبب في موت ناس كتير. وبتكمل لونا وبتقول لفيت انا اسفه بس ما اقدرش امنع الوحوش اكتر من كده. وبنعرف ان لونا هي سبب ان فيت كان متحكم بخطيه الشراهه طول الوقت ده، وقبل ما يغرق في الشراهه بينقذوا الجشع، وبتكون اول مره نشوفه في هيئته الحقيقيه. وخلينا اوصفهولك، الجشع عباره عن شاب حليوه وشعر احمر، ولو لحد دلوقتي ما كنتش مركز معايا وما تعرفش مين هو الجشع، فده هو سيف فيت اللي كان معاه طول الرحله، واظنكم كلكم عارفين كده، بس يا رب ما يكونش في حد سرح ولا حاجه. بس ما علينا منه. فيت قبل ما وعيه يتدمر بيقول للونا شكرا ليك على كل حاجه، ولكن مش هينفع اسيب التنين يقتل الناس. وبيكمل فيت وبيقول انا اقتله حتى لو ده معناه اني هتحول لوحش. وبيرجع فيت لوعيه وبيكسر التنين التقليدي اللي كان عليه. وجشع بيقول للفيت ها هنعمل ايه؟ ما اعتقدش انك تقدر تستعمل القوس او الدرع وانت بايد واحده. ففيت بيقول له عندك حق، وبيمسك السيف وبيرميه على التنين، وبيديله بوكس وبيطيره، وبيمسك السيف مره تانية، وتحس خلاص فيت اتجنن وبقى بيقاتل قتال شوارع. وبنشوف احصائيات التنين واللي بتكون رقم كبير جدا، انا ذات نفسي مش عارف اعد، ولكن فيت بيقول ان هو متفوق عليه في الوقت الحالي. وبينط فيت وبيهجم على التنين وبيقطع اجنحته الاثنين وبيوقعوا الارض، فالتنين بينفس عليه اقوى لهب عنده، ولكن فيت بيقوي حافه السيف، وده لانه مش هيعرف يستعمل الدرع بايد واحده، وبيهجم على التنين باقوى ما عنده وبيقطعه نصين وبيقضي عليه. وفي اللحظه ديت بتشتغل مهاره الشراهه، وقبل ما يفقد فيت السيطره على نفسه بيدي كل قوته للجشع وبيخليه يتحول للمستوى اللي بعده، وده عشان احصائياته ترجع لصفر، وحتى لو خطيه الشراهه سيطرت عليه دلوقتي هيكون مجرد بشر ضعيف. وبيقع فيت من التعب، وبتظهر ماين جنبه وبتقول ما توقعتش ان اليوم ده يجي بسرعه، وبيقول لها فيت ارجوكي يا ماين ارجوكي انجزي واقتليني قبل ما تحول لكاميرا. فماين بتقول له حاضر من عينيا الاثنين، انت تؤمر يا باشا. ولسه هتهجم عليه بالفأس تقتله، روكس بتتدخل وبتحميه، وبيقول لها فيت ارجوكي ما تبصيش ليا انا مجرد وحش صح. ولكن روكس بتبكي وبتقول له انت مفكر حاجه زي دي هتخليني اكرهك؟ ولسبب غريب عين فيت بترجع لطبيعتها والشراهه مش بتسيطر عليه، وده بسبب ان روكس تقبلته رغم منظره وكل حاجه حصلت له. وطبعا ما ننساش السبب الرئيسي واللي الكاتب ما رضاش يقوله بس احنا كلنا عارفينه، وهو قوه الصداقه. يا سلام على قوه الصداقه. وفي اليوم اللي بعده بيكون الفرسان بيحتفلوا، وبيصحى فيت من النوم وبتكون للاسف ايده لسه مقطوعه، وبيسال نفسه يا ترى نايم بقالي قد ايه. وهنا إيريس وماين بيدخلوا عليه وبيقولوا له انه بقاله اسبوع نايم، وإيريس بتديله الجشع، واللي بيقول له يعني انا سيفك ما جتش على بالك يا غدار. فبيسالهم فيت هو ماله متوسخ كده ليه؟ فبترد إيريس وبتقول له ده عشان الست ماين نسيت تاخده معاها، فالوحوش لعبوا بيه كوره حرفيا. الله عليك يا ماين دايما بتبريني. وبنعرف من إيريس ان اللي كان بيتحكم بإليستر وكل الوحوش مش إليستر ذات نفسه بل السيف اللي كان معاه واللي اسمه الحسن. ففيت بيقول له طيب اتصرفتوا معاه ازاي؟ مش اسلحه الخطايا لا يمكن تدميرها؟ فماين بتقول له ما انا رميته باقصى قوتي وخلاص. ففيت مش بيستغرب ولا بينصدم لان ماين عبيطه، وهو عارف انها عبيطه وهتفضل عبيطه. وبعدها إيريس بتطلب مساعدته وبتقول له انها ما كانتش اساسا عاوزه تاذي روكسي، وان الحسد هو اللي كان عاوز يعمل كده مش هي. فبيوافق فيت، وإيريس بتقول له في الوقت ده هنظبط لك ايدك مره تانية، وبتقول له دلوقتي لازم نمشي قبل ما تيجي روكسي لانها بتخلي شراهتك تخرج عن السيطره. وفعلا بمجرد ما فيت سمع اسم روكسي عينه قلبت دم. وفي الوقت ده روكسي بتوصل للمكان اللي كان فيه فيت ومش بتلاقيه، وبتلاقي رساله على المكتب بيكون مكتوب فيها سامحيني اني اختفيت بالطريقه دي، واسف اني ما حكيتش ليك على مهاره الشراهه، وحابب اشكرك انك تقبلتيني زي ما انا. المره دي هتغادر لكن وعد مني هرجع لك تاني يا سيده روكسي. وبنرجع بالزمن لورا لما كانت روكسي فارسه مقدسه مبتدئه، وقابلت فيت وهو صغنطوط واللي كان خايف منها لحسن تضربه، ولكنها بتعتذر منه ان الفرسان المقدسين عنيفين مع الناس. ولما بتسمع صوت بطن فيت بيزقزق بتشارك معاه على الغداء بتاعها، وبتقول له ياخد الباقي ويشاركه مع عيلته، ولكن فيت بيقول لها انا ما عنديش اي عيله. يا عيني عليك يا فيت ما تحزنيش عليك بقى. وبيشكرها فيت وبيقول لها تسلمي على السندوتشات، دلوقتي عرفت ان العاصمه مش كلها ناس وحشين وان لسه فيها خير. وبتوعد روكسي نفسها انها تطور نفسها وهتساعد فيت في المستقبل. وعند رافل بيعرف ان الجثه او الليتش هو نفسه فيت، وهو نفسه اللي قتل اخوه هادو، ولكن رغم ده بيضحك بشكل هستيري وبيقول شكرا يا فيت انك قتلت اخويا. وبيبان ان حجر الفلاسفه مسيطر على عقله. وفي وقت تاني بيستعمل فيت 40% من احصائياته وبيقدر يعالج بيها ايده، وبيكون جمع الاحصائيات ديت بمساعده إيريس وماين. وبيكمل فريق روكسي طريقه الى جاليا، وكمان فيت بيكمل طريقه وبيقتل الوحوش بكل شراهه، وبينتهي الانمي على كده.